ديمون سلاير نزل. فيلم ديمون سلاير انفينيتي بادجت، قصدي انفينيتي كاسل، نزل ومكسر الدنيا. وما تخافش يا معلم، مفيش اي حرق. انا عارف ان السوشيال ميديا دلوقتي بقت ملغم للسبويلر. طبعا انا مش محتاج اتكلم عن الانيميشن وعظمته يا جدع، دي فوتبول يعني في الاول وفي الاخر. والفويس اكتنج والموسيقى، يا الله على العظمه. لو انت مش عارف يعني ايه ابسولوت سينما، ادخل الفيلم ده. انا رحت السينما لوحدي لاول مره عشان اتفرج عليه، ده حتى اتعرفت على واحد جنبي لابس الكيمينو بتاع تانجيرو، كنت عايز اجيبه معايا انا كمان بس كنت رايح مواصلات، فاكيد مش هلبس كده. الانترتينمنت ديستريكت معاك يا اسطى. وفضلنا نتكلم على الفيلم في البريك وبعد ما خلص، وحتى اداني منديل لما دمعت. بصراحه هم كسروا التوقعات، مفيش حاجه وحشه فيه ما عدا حاجه واحده: الفلاش باكس كتار فشخ. وانا عارف انهم مهمين للقصه والعالم، بس كان ممكن يطبقوها احسن من كده. انت حرفيا كل دقيقتين تلاتة في الفايت يخبطك بفلاش باك، وهم مش طوال 20 30 ثانيه بس كتار. انا افضل فلاش باك طويل احسن ما هو متقطع كده زي ما هم عملوا في الاخر. لكن هنا كل ما حاجه تحصل فلاش باك، اتنين بيتكلموا فلاش باك، اتنين بيتخانقوا فلاش باك، واحد عطس فلاش باك. فكنت اتمنى بصراحه انهم كانوا يطبقوا الموضوع احسن من كده، بس هي حاجه مش هتبوظ عليك التجربه يعني. اخيرا تنزل التجربه من 9 ل 8 8.5 من 10، بس مش لدرجه 6 من 10 يا اي جي ان يا بنت